في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تعمل احسن خطة سفر علشان تيجي فيتنام وتزور اجمل معالمها، وهتقضي فيها اكتر من 12 يوم. ودي الخطة اللي انا عملتها بالفعل، وكانت خطيرة جدا وفيها كمية ميكس من المغامرات، الاماكن الطبيعية، الشلالات، نايل كروز، اوبن بوفيه اكل، مدن العاب، مراكب وجولات وكهوف، معابد بوذيه، وميكس كده. هتقضي يعني من اجمل الرحلات 12 يوم مش هتقعد فيهم. فتعالوا نبتديها بقى من الاول. لو انت من مصر ومن دول كتير، الطيران الصيني هو بقى ارخص طيران سيشوان ايرلاين. طيران حلو جدا، دايركت 9 ساعات من القاهره الى الصين. تنزل في الصين بيكون في ترانزيت حوالي 15 ساعه ونص او 16 ساعه. تقدر تاخد فيزا عند الوصول 24 ساعه مجانا، تدخل تتفرج على الباندا وتتفسح في المدينه. شوارعها التراثيه جميله جدا، اسعارها حلوه، مدينه ليها مبهجه صينيه، تاخد اكسبيرينس الصين. هتخلص اول 16 ساعه في ترانزيت، هتركب طياره ثانيه من شندو تطلع على هانوي لمده ساعتين. بعد كده هتنزل هانوي هتقعد فيها 3 ايام. اول ليله هتنزل تستكشف المدينه، بعد كده تنزل بعد ما تغير عمله، ممكن تغير في المطار، ممكن مثلا $40 عشان تمشي حالك وتقدر تلاقي باصات ترانسبورتيشن تنقلك على وسط البلد. احسن مكان تقعد فيه في هانوي هي الاولد كوارتر او المدينه العتيقه. مكان حلو تقعد تتمشى بين حاجات كتير تعملها في هانوي، فده مكان حلو. اسعار الفنادق اسعارها رخيصه جدا، في حاجات بتبتدي من اوتيلات، في اوتيلات هنا ب $15 سعر الفرد، يعني دي سعر الروم قصدي. ففي اوتيلات 3 نجوم، في طبعا حاجات في وسط البلد الاولد كوارتر بتبقى اغلى شويه، ممكن حاجات توصل 40 50 100، وانت اسعار كتير جدا. بتبقى اوتيلات محترمه يعني، وفور ستارز وحاجات زي كده شامله الفطار. اول يوم وانت بتتمشى في وسط البلد هتلاقي محلات وشركات سياحه كتير فاتحين وبيعملوا رحلات بيعملوا رحلات يوميا لمدن كتير وحاجات كتير. تقدر تطلع كل يوم رحله يوم واحد، هتلاقي اماكن خطيره. ثاني يوم بعد هانوي ارشح لك تطلع رحله الكروز. واحده من اجمل التجارب اللي تعملها هنا في فيتنام ان انت تاخد كروز 5 ستارز زي ما انتم شايفين، وسط الجبال والطبيعه والميه لونها تركواز، وفي نفس المكان ده اللي اتصور فيه فيلم كينج كونج. فواحده من اجمل التجارب، ويعني تجربه بقى رايقه. واول ما بتدخل بتلاقي بوفيه، اوبن بوفيه، في بقى سي فود وحركات وكل اللي نفسك فيه. رحله الكروز عندك كذا اوبشن، ممكن تطلع رحله اليوم الواحد، رحله حلوه جدا، تشوف اجمل اماكن فيها مناظر طبيعيه خطيره ولا اروع بها. يعني من اجمل المناظر اللي عيني شافتها في فيتنام في رحله الكروز. وبتقف كذا ستوب، اول ستوب تطلع تركب البوت. التجارب اللي بنعملها هنا في هالونج باي ان احنا بننزل وبناخد مركب. طبعا هنا هتلاقي لسه مش بموتور بقى والحاجات دي، زي انا مش بنفس العادات والتقاليد اللي عاداتنا الناس هتتقلب معانا ولا ايه. عندك تو اوبشن، يا تاخد المركب دي يا تاخد الكاياك. وهنا دي المراكب بتاعتنا. فدي اول ستوب احنا بنقف فيها في الكروز. عندك اوبشن تاني تاخد الكاياك، وانا ارشح لك تركب الكاياك، هتنبسط جدا. بجد من اخطر التجارب واجملها اللي انا عملتها لحد دلوقتي في فيتنام هي الكاياك وسط المناظر الطبيعيه الخطيره دي، حاجه ما فيش بعد كده. وان انت كمان تجربه انت نزلت وسط الكهف، يا الله بص المنظر، سبحانك يا رب. شايف المنظر؟ جبال وخضار وطبيعه وميه ومراكب، حاجه بص، ناس لطيفه في كل مكان. ياو هاي بص منظر رائع رائع. وبعدها بيكون في 2 ستوب، اول واحد بتروح كهف وتنزل وتستكشفه، والتاني بيكون لمدة 40 دقيقة تقدر تنزل الشواطئ والبحر او تطلع وتشوف هالونج باي من فوق. تاني يوم هنا في فيتنام، النهارده بنروح مينا بينا نستكشف المدينة ديت. وطبعا هنا الاستكشاف بقى بتاع النهارده عبارة عن مركب بناخدها لمدة ساعتين وتستكشف حوالي 9 كهوف.
من اشهرهم ترانك باند. وطبعا جوله خطيره، خصوصا النهارده الجو حلو جدا، مش حر وفي هواء، الدنيا رايقه جدا. وطبعا هنا المراكب كلها مفيش مواتير، كلها بتحس كده انت رجعت بآلة الزمن. ومراكبي بقى بياخدك ويفسحك، وطبعا بيبقوا لابسين القبعات الفيتنامي. الاجواء خطيره زي ما انتم شايفين، كل مركب بيركبها 3. منظر المراكب اصلا وهي ماشيه لوحدها لوحه فنيه يعني. بص لو قربنا شويه، بص المنظر خطير مع الجبال وتدرج الجبال والخضار، حاجه خطيره جدا. دلوقتي بقى وصلنا المكان اللي اتصور فيه فيلم كينج كونج، وزي ما انتم شايفين هو اتصور في المكان ده تحديد، في الجزء ده عند الجبال اللي هنا دي. ف يعني اجمل حاجه ان انت تتمشى كده ويقول لك الفيلم بتاع كينج كونج اتصور في المكان ده. فتجربه خطيره بصراحه. غير اصلا تجربه المركب بعيدا عن اي حاجه، هي تجربه جميله جدا. الموضوع انت مش حاجه سريعه مثلا 10 دقايق وبتنزل، لا انت مده طويله فانت بتستمتع يعني. دلوقتي هنعمل هايك ال 700 سلمه. فكان انت تتخيل هنطلع 700 سلمه زي كده لحد ما نوصل لقمه الجبل. بصراحه كان في 2 هايك، واحد 500 سلمه واحد 700. انا ما اديتلهمش الاختيارات لان انا لقيت 700 سلمه الفيو بتاعه احلى بكتير، وربنا يستر على اللي انا عملته. واحد من اجمل المناظر اللي عيني شافتها في حياتي. بص ايه الجمال ده، سبحانك يا رب. بص تدريج الجبال، سبحانك يا رب. ايه الجمال ده، عمري ما تخيلت ان فيتنام بالجمال ده ولا فيها الطبيعه الخطيره دي، سبحان الله. بعد كده هتطلع على مدينه سبا، هتاخد باص من هانوي لمدينه سبا 6 ساعات باص نوم VIP. بقى هنجرب باص النوم الVIP في فيتنام عامل ازاي. بص يا سيدي، هنا هتلاقي كابينه كده كلها كبسولات فيها سراير زي ما انتم شايفين. ده كده السرير بتاعي، وهيكون موجود فيه هنا حاجات تتحكم في اللايت، تقدر السكرين بتاعتك USB، هنا ترن الجرس لو انت عايز من راجل حاجه، ازازه ميه. ده الفيو بتاعك، مش عايزه تروح قافل كده عادي جدا. وعندك هنا فتحات للتكييف تتحكم فيها. شايفين الديكوريشن شكله خطير، تحس ان انت كده في كبسولة فضاء. والقعدة مريحة جدا، وترجع بعدها لحد ما يبقى سرير وتنام براحتك. بس بقى المشكلة في ايه؟ تعالوا اقول لكم انا. المشكلة انت لو حد طويل يعني تقريبا 180 سم، لو اكتر من كده هتعاني. حد اكتر طويل قوي ممكن يعاني شويه في النوم. الحاجه بقى انت هنا عندك ستارتك تقفل وكده عليك، وتاخد بقى برايفسي كامله زي هنا تلاقي ده كله. فانت تحس كده بخصوصيه وانت قاعد، مفيش اي مشاكل. وده زي ما انتم شايفين هنا في 3 درجات سلالم عشان تنزل، وده شكل الكابينه. فبصراحه اختراع خطير. وطبعا احنا دلوقتي هنتحرك من مدينه هانوي العاصمه لمدينه سبا. دي هناخد فيها مده يعني 6 ساعات، تنزل بقى بريك في النص كل شويه. اول ما توصل سبا هتقعد فيها 3 ايام ليلتين، ده كويس جدا. هتروح اول حاجه قريه كيت كات. دلوقتي بقى بعد ما نزلنا من الباص اللي كنا رايحين من هانوي لمدينه سبا، احنا دلوقتي وصلنا قريه كات كات، وهي واحده من القرى المشهوره جدا هنا، اللي بيرجع تاريخها للقرن ال19، لان هنا كان بيعيش فيها قبائل ليهم زي تقليدي خاص وملابس وثقافه، واسمهم قبائل البلاك هامونج. فزي ما انتم شايفين الناس بتيجي عشان تتصور الملابس بتاعتهم، يلا ومع الخيول. وده شكل البيوت اللي كانوا بيعيشوا فيها. هم طبعا كانوا بيعيشوا وسط الجبال والادغال، وهم يعني زي ما تقول كده بدو. فحتى لبسهم مميز جدا جدا، الناس تيجي من كل مكان علشان يتصوروا معاهم. شايفين ده اللبس،
كل مكان بقى تحس ان انت كده رجعت للقرن ال19 وانت ماشي هنا في القريه. كل مكان بقى فوتوغرافر بيعملوا هنا، الناس كلها بتيجي فوتو زي ما انتم شايفين كده، خطير. قبائل ليهم لبس وطراز واغاني وعالم كده يعيشوا. هم المفروض قبائل جايين من شمال الصين، وتجربه خطيره جدا. هنطلع اعلى قمه جبل موجوده في فيتنام كلها وفي شبه جزيره ايجيا، واسمها هانج لان سون. قمه الجبل دي على ارتفاع اكتر من 3100 حاجه و50 متر فوق سطح البحر. وطبعا اللي جه عشان يرشدني هنا هو حد من قبائل البلاك هاموك. وطبعا سبا، مدينه سبا بيعيش فيها وفي جبالها كلها قبائل البلاك هاموك اللي هنعرفهم النهارده اكتر وعن قرب. وهنخوض الاول التجربه بتاعت التلفريك، وانا دلوقتي عند الستيشن، المحطه الرئيسيه اللي بنطلع بيها التلفريك العملاق اللي على ارتفاع اكتر من 3100 حاجه و50 متر. زي ما انتم شايفين هنا قدامها في معبد شكله خطير، وطبعا هي مشهوره عالميا باسم سان وورلد. عاملين مدينه كده زي مثلا القريه العالميه في دبي، بيعملوا فيها الشو والعروض بتاعه البلاك هاموك، وبيستعرضوا الفنون بتاعتها والموسيقى واللبس التراثي بتاعهم. فتجربه خطيره لحد دلوقتي. اللهم اجعله خير. المكان كله ابيض ابيض، مفيش حاجه باينه خالص. بص الهنا اللي انا فيه، بص احنا مش شايفين بعض اصلا. تمام. وخلي بالك ان اوقات كتير بتكون في سحب، والموضوع بيبقى صعب شويه ان انت تلاقي يوم مشرق او يوم الشمس فيه صافيه. وطبعا تجربه ما تفوتهاش، تبقى تقريبا في حدود ال 45 42 في الاربعينات دولار، بس تجربه حلوه قوي. من اكتر الاماكن اللي كلنا بنشوفها على انستجرام هو المكان اللي ورايا ده، وتلاقي الناس كلها من كل العالم واقفين علشان يتصوروا صور هنا. كمان المنظر خطير الحقيقه، زي ما انتم شايفين وراه طبيعه وجبال والجيت، فموضوع يستحق. غير ان هنا كمان في اماكن كتير تانية زي الايد اللي هناك دي. بص الايد اللي هناك دي من اشهر الاماكن الناس بتيجي تصور عندها، هتلاقي في الانستجرام كتير. وده بقى كواليس الاماكن دي كلها. المكان ده اسمه موانا سابا، موجود في مدينة سابا في فيتنام. مكان خطير جدا ويستحق الزيارة، ودخوله تقريبا بحوالي $4 مع المشروب. اكتر الاماكن اللي رشحها الناس تيجي تزورها. بص كمان الاماكن خطيره. من الاماكن اللي اكتشفناها بسبب بتول هو المطعم ده. المطعم ده مطعم حلال مسلم، اكله حلو جدا في مدينه سبا. ومن اشهر حاجات انت تعمل الهوت بوت اللي هي اشهر اكل عندهم. زي ما انتم شايفين هنا واقفه بتطبخ اهي. انت المفروض تقعدي على كرسي، يعني هنا اصلا بيبقى فاهم الكونسبت، بقى قاعد وبتستمتع وانت بتطبخ. وبص بقى اجمل حاجه الكراسي اللي هم حاطينها دي عشان تقعد تتفرج على الفيو بتاع المدينه. بص مدينه سبا دي مدينه خطيره قوي، يعني تستحق ان تقعد فيها مثلا يومين 3. فيها انشطه واكتيفيتي كتير جميله. والصدفه ان احنا هنا وقابلت صديقي أشعري، هو مرشد وتور جايد. المسلم الوحيد في مدينة سبا هو أشعري، مفيش مسلمين في المدينة دي غيره هو، فما شاء الله ما شاء الله. And here there is no mosque, there is no anything. Don't have from Sabah mosque. From Muslim Vietnamese grandfather, my mother, maybe from Vietnamese Muslim. But I'm from Dalat, not from Sabah. And you say you're the only one? Only one. People me from Sabah Muslim. Alhamdulillah. Try from coming Vietnamese and ziyarah from Vietnamese Muslim. People come back in Vietnam. Inshallah. Inshallah. Amin. طبعا المسلمين ندرة 1% من دولة فيتنام كلها هو مسلمين. Yes. And in all country how many Muslim in Vietnam? In Vietnam is hard 3
3 billion 216 people Muslim from Vietnamese. ما شاء الله ما شاء الله. المطعم بتاعه هو مطعم حلال، كل العرب بيجوا على المكان ده لانه طبعا مكان جميل والاكل حلو، اكل حلال، واشعري كفايه هو اللي محلك المكان والله. So nice to meet you my friend. الحمد لله جزاك الله والسلام. السلام عليكم. طبعا حاجات مفيش مطاعم حل هنا غير حاجه قليله، والمكان حلو جدا. جينا هنا امبارح وكلنا والاكل كان خطير خطير خطير. كل حاجه جربناها هنا كانت بيرفكت 100% بصراحه. فمستنيين الهوت بوت بقى تستوي. الهوت بوت دي فكرتها ايه بقى؟ عشان ايه لو انا ما وضحتش من الاول، انت بتقعد كده بيجيب لك بوتاجاز وحله، ويجيب لك نودلز والاكل اللي انت طالبه. احنا طالبين نودلز سي فود كذا حاجه، تقعد انت وتطبخها بنفسك. يعني هي ده الكونسيبت، تطبخ بنفسك وتاكل اللي انت بتطبخه وانت قاعد على المنظر ده. ف حاجه فظيعه. طبعا بقى انا جبت معايا جروب مستكشفين عشان نكسبلور فيتنام كلها، ودي من اجمل التجارب اللي عاملها. يعني لما بتشوف استمتاع الناس ان هم بيكتشفوا معاك حاجه اول مره انت وهم يشوفوا الحاجه، الموضوع بقى حلو جدا. كمان ما شاء الله معانا كذا حد من كذا جنسيه، فتجربه جميله جدا. زي ما شايفين الناس كلها عماله تصور، فقاعدين على الفيو، فالموضوع حلو جدا جدا. يعني بص الفيو عامل ازاي. هتخلص 7 هترجع باص تاني 6 ساعات على العاصمه هانوي. من العاصمه هانوي تبات لك مثلا الليله في هانوي، تتمشى في شوارعها وتشوف النايت لايف بتاعتها. اجواء شارع جهنم هنا في فيتنام عامله ازاي في هانوي. اوعى اوعى، اجواء خطيره خطيره، استغفر الله العظيم يا رب. ايه ده؟ انا مش هينفع اصور لكم الا نفسي في الشارع ده بصراحه. اجواء تودي في 60 ده. لا 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 لا، بص كل حته كله بيهبل، وناس عاملين يعرضوا عليك مش عارفه ايه، مخدرات وبنات وكلاكات. يا شايفه طلعنا من الشارع. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل كده؟ طلعنا، وده الحاجه الوحيده اللي ينفع اصورها لكم هنا في الشارع. راجل بيبيع سندوتشات جبنه ستيلاند اللايف بتاعتها. وبعد كده تروح 3 ايام ليلتين في دانانج. ليله هتقضيها في دانانج، واحده من اجمل المدن الشاطئيه اللي عامله زي طنجه على اسكندريه على اجواء ساحليه حلوه جدا. ومن هناك هتروح على بانا هيلز. بانا هيلز فيها جولدن بريدج، اشهر معالم فيتنام كلها. انا وصلت اكتر مدينه اندر ريتد في العالم كله ومظلومه سياحيا، المدينه اللي هتحس كأنك في ديزني لاند، واجواء فرنسا واجواء ايطاليه واجواء المانيه كلها في مكان واحد هنا في شرق اسيا. المكان اللي فيه اطول تلفريك في العالم، ودخل موسوعه جينيس ان هو اطول تلفريك في العالم، ممتد لاكثر من 6 كيلو بدون توقف. زي ما انتم شايفين مدينه واجواء خطيره جدا. تعالوا نشوف ايه المدينه دي مع بعض، وهي بتحاكي احلى من ديزني لاند، وفيها حاجات غريبه جدا ومن الاغرب والاجمل في العالم، وكمان سعرها والتيكت بتاعها اسعارها رخيصه. اول ما بتوصل المدينه وبتدخل جوه بيكون في هنا زي ما انتم شايفين، هنا بيكون في خرايط تعرفك المدينه كلها بكل لغات العالم، دي بالكوريه، دي بالانجلش، دي بالفيتنامي، يعني كل اللغات، علشان تقدر تعرف اول ما توصل تمشي فين وتروح فين. المدينه كبيره، وطبعا في ابلكيشن اول ما بتدخل برضو في QR كود تسكانه، تنزل ابلكيشن بيقول لك خريطه للمكان ده تروح فين وتعمل ايه. دلوقتي بقى في الطريق رايحين نركب التلفريك. ثم انت ماشي في على شمالك مناظر خضراء مناظر حلوه جدا والله، لحد ما توصل اصلا هو منظر ممتع. حتى يعني مهتمين بالتفاصيل قوي، يعني حتى السقف تلاقي عليه رسمه فنيه. يعني لو بعدنا شويه كده تقدروا تشوفوا المنظر عامل ازاي. ف يلا بينا نطلع التلفريك.
دلوقتي ركبنا يا جماعه تلفريك اللي هو مصنف ان هو اطول تلفريك في العالم، على ارتفاع مدته 6 كيلو بدون اي توقف، عشان كده دخل موسوعه جينيس على اطول تلفريك في اتجاه واحد نون ستوب. طبعا بقى اول ما بتطلع من التلفريك انت بتلاقي المدينه الفرنسيه والفرنش فيليج، واجواءها خطيره، بس الدنيا ايه بتمطر علينا، فانت لازم تعمل حسابك وتعرف الجو، وتبقى معاك رين كوت او هتيجي تشتريه من هنا موجود بس اغلى طبعا. بجد انا حاسس ان هي اجواء اوروبيه 100% فرنسيه، بما اني رحت فرنسا ولفيت فيها وباريس، فهي اجواء بجد اوروبيه يعني انت تحس ان انت هنا بتتمشى في شوارع القرى الفرنسيه، فاجواءها خطيره من اول كده فيرست امبريشن عنها، فعجباني جدا. اجواء كمان السحب والمطر وكده مديها طابع دريمي كده شويه، ان انت كأنك في حلم كده وانت شايف الدنيا فيها شبوره والناس كلها بتجري في المطر، فانا مبسوط جدا. والجروب اللي معانا هم بيتصوروا هنا، اخدوا بقى صور الذكرى في الاجواء الباريسيه، حتى مشغل لك موسيقى باريسيه فرنسيه تدي لك اجواء. دلوقتي بقى اخيرا وصلنا الى واحده من العلامات المعروفه بيها فيتنام، ولو عملت سيرش على جوجل كده على فيتنام وعلى انستجرام اول حاجه تطلع لك هو المنظر اللي ورايا ده، الجولدن بريدج، رمز الفيتنامي. فلاول مره بقى في حياتي اجي هنا، فزي ما انتم شايفين منظر خيالي وسط السحب والغيوم، يعني تحسوا كده ما تشوفوا لاول مره كأنها حاجه حقيقيه، يعني كأنها حاجه مثلا مش من صنع الانسان مثلا، لكنها طبعا هم بنوا يعني او عملوا معلم خطير بصراحه. والاجمل ان النهارده مثلا في غيوم، فشكل الايد وسط الغيوم والضباب مديها افكت كده اكنها لقطه من فيلم مثلا، حاجات باتمان مثلا، ف خطيره خطيره خطيره. بص بصراحه عجبتني جدا. دلوقتي جه وقت التصوير بقى. ايه رايكم في الجولدن بريدج يا جماعه؟ كتير عاجبني والله يستاهل الطلعه، صح؟ والله بجد يستاهل. انا عاجبني كمان الافكت بتاع السحب ده. ايه رايك يا سعود؟ صح؟ انا بجد توقعت ان هو بصراحه قبل ما اجي ان هو هيكون اوفر ريتد، يعني ان هو هيبقى حاجه شكلها اوفر وعلى الحقيقه تعبانه، بس لا، من الحاجات القليله اللي تبقى مش من الطبيعه يعني وتعجبني. بص واو، بتتمشى وسط السحاب يا جماعه حرفيا. في بانا هيل يا جماعه بقى في اوبشن انت تحجز بالاكل، وفي فرايتي خطيره في الاوبن بوفيه بقى يعني، وحاجات اكل حلال، فيش كاري، هنا حاجات تشيكن، الناحيه الثانيه في جمبري وحاجات سي فود بانواعه. بس في حاجه يعني استوقفتني جدا، ان انت لك ان تتخيل ان انا في بلد بوذيه، هنا فيتنام بلد بوذيين 1% مسلمين، يعني نسبه لا تذكر. ولقيت بالصدفه في المطعم صاين حاطينها اللي بيقول لك لو انت اكلت واسرفت في الطعام وهتدفع غرامه 100,000 دونج، وبيقول لك هنا take what you eat eat what you take. بيقول لك فيها معناه ان انت كل اللي انت عايز تاكله بس ما تصرفش فيه، فانت كل باعتدال. فتحس ان هو سبحان الله، عارف اللي هو وجدنا اسلام بلا مسلمين، وجدنا مسلمين بلا اسلام. يعني هنا في بلادهم اللي ما فيهاش بيطبقوا الشريعه بدون ما يكون في عندهم اسلام اصلا، فسبحان الله يعني حاجه غريبه جدا. وفي بلادنا العربيه تلاقي بياكل وياكلوا يجيبوا اكل كتير جدا، وفي الاخر ياكل ربعه وياكل نصه ويرمي. والليله الثانيه هتروح مدينه هوي ان، ودي قريه صغيره عامله كده شبه بالي. هتروح هناك الكوكونات فيليج، تركب مركب على شكل كوكونات، واجواءها حلوه جدا، ويقعد بقى ايه الراجل يلعبك، تسمع اغاني ومسرح كده في وسط الميه، اجواء غريبه وعجيبه. ودلوقتي بقى لما بنوصل مدينه دانانج، واحده من اشهر الحاجات اللي بنيجي نعملها ان احنا بنروح قريه الكوكونات فيليج، وبناخد قوارب على شكل الكوكونات،
وبتقعد بقى تاخدنا جوله وسط الغابات الاستوائيه زي ما انتم شايفين هنا، وتقعد بقى يفسحوك. ومن اشهر الحاجات ان هم يمسكوا الكوكونات يقعدوا يلففوه لحد ما يدروخوا، فدي من اشهر الانشطه هنا. دلوقتي بقى يا جماعه هنروح على المكان اللي فيه الشو بتاع الكوكونات، وزي ما انتم شايفين هنا بيكون الناس بتتلف كلها حوالين الراجل اللي ورايا ده، وبيقعد يعمل لك الشو، وانت بقى ايه تديله تيبس اللي انت عايزه يعني، فاهم؟ على كيفك. هنا المراكبيه في الجنب الرواق. انا ثانك يو اوكي بص وقف يستبح سيجاره من صاحبه. Thank you, bye بالحب بالحب. هنا بقى العرف ان انت كل ما تروق عليه فلوس اي حاجه كل ما تديله فلوس بقى يقعدوا بقى ايه يسقفوا ويرقصوا ويغنوا، عشان تبقى عارف لو ما دفعتلوش هيقعد يكسر. وبعدها هتروح بالليل وقت الغروب كده على ان انت تشوف مراكب البوتس اللي فيها اضاءات، وبتتمنى امنيه وترمي الشموع في البحيره، واجواء جميله جدا. ولو عندك وقت كمان في مسرح بيكون بالليل تقريبا تكلفته في حدود $25، مسرح تقدر تشوف فيه شو مبهر جدا. فده كده تبقى انت ختمت التجربه. بس طبعا مش تبقى عارف دانانج فيه طريقتين، يا تاخد باص 15 ساعه، باص نوم VIP 15 ساعه من هانوي لدانانج، او تاخد طيران مباشر تقريبا ساعه، فده هيبقى اريح لك. بس طبعا برضو باص النوم كان مريح جدا. انا عملت تجربتين، رحت بالباص ورجعت بالطيران، واعتقد دي كده يعني ميكس حلو تقدر تعمله. ترجع في الاخر بقى على هانوي تقضي لك ليله كمان او ليلتين، وبكده يكون انتهى اجمل برنامج تروح تشوف فيه كل حاجه او اقوى الاماكن موجوده في فيتنام.